السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة حضراتكم طيبين. النهاردة اول ايام العيد، عيد الفطر المبارك. عاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية جميعا. النهاردة يا حبايبي انا عاملة فيديو الفول المقلي او الفول المقلي، وعاملة الترمس، وعاملة الحلبة المنبتة. طبعا الفيديو ده المفروض كان ينزل قبلها بيوم او بيومين عشان اللي هيشوفه ويبدأ يعمل حاجة زي ديت يكون الفيديو قدامه. طبعا بالنسبة للظروف اللي احنا فيها وفرش الشقة والتنظيفات والحاجات دي، فانا ما قدرتش انزله خالص، فانا بعتذر ونزله النهاردة اول يوم العيد. ويا رب برضو حد يستفاد منه. طبعا معايا كده نص كيلو من الفول. انت عايزة ربع كيلو هاتي الكمية اللي انت محتاجاها هاتيها. واهم حاجة يكون الفول الحباية اللي هي البيضة المبططة دي البلدي، ما تجيبيش الفولة الصغيرة المستوردة. البلدي هو اللي بينفع في المقلي ده. ومعايا كده نص كيلو من الترمس الحلو، ومعايا ربع كيلو من الحلبة. طبعا نقيتها، وبعد ما نقيتها كده وطلعت منها الشوائب وكل حاجة، والحلبة اللي هي مش كويسة خلاص هستغنى عنهم، هنرميهم خالص. ده كل الحاجات اللي طلعت من الحاجات اللي قدامي دي، الحلبة والترمس والحمص. جبت بقى كده مية دافية، مية ساقعة زي ما تحبي، مش هتفرق خالص. حطيت في كده في الترمس شوية، غطيته كده بالمية، غمرته، وغمرت الحلبة برضو، وغمرت الفول، وسبتهم على جنب. بعد شوية كده لما تحس ان الترمس والفول والحلبة شربوا المية، حاولي تحطي مية تاني تغمريهم بيها، لان هم هينفشوا معاكي وهيشربوا المية. نبدأ نحط مية تاني ونغمرها ونغطيهم كده بالمية، ونسيبهم برضو لحد تاني يوم او من الصبح بالليل. المهم يكون يوم كامل لحد ما يشربوا يطروا معايا خالص كده. دوت تاني يوم شربوا معايا بالشكل دوت وطريوا معايا. انا طبعا زودتهم تاني لانهم شربوا المية، ودي المية دي لتاني مرة فيهم. طريوا معايا كده. هبدأ بقى ان انا اصفيهم، اقلب كده برضو في الحاجة، ما سيبهاش، ما غطاش بالمية واسيبها وامشي، لا، بعد شوية ارجع لها اقلبها، علشان اللي فوق بتكون المية الترمس او الحمص او الحلبة بتكون المية شرب المية، وبعد كده الوش اللي فوق بيبقى ناشف، لازم اقلبه اجيبه من تحت عشان يشرب المية كلها، يبقى طري زي بقية الحاجة اللي معايا. طبعا معايا دلوقتي الفول صفيته كويس بعد ما غسلت الحاجة دي كويس. صفيت الفول وصفيت الترمس، وجبت مية سخنة كده حطيتها في حلة، ونزلت بقى بالترمس وسبته يغلي لحد ما بدأ يستوي معايا، ما تهراش، لا، يبقى فيه قرشة كده بسيطة. والفول طبعا جبت طاسة سخنتها ونزلت بالفول اللي معايا بعد ما صفيته من المية، وبدأت اشوح فيه بدون زيت، بدون اي مادة دهنية. هشوح فيه لحد ما ياخد لون معايا كده، واحس ان هو زي المشوي بالظبط. ابدأ اطفي النار واسيبه. طبعا الحمص معايا الفول كان استوى، اتشوح كويس قوي وخد لون معايا، والترمس كمان استوى وطفيت عليهم. بدأت ان انا اخد الفول معاه في مية بملح وانزل بيه وهو سخن. لازم انزل في المية ام ملح بالفول وهو سخن. هبدأ بقى ان انا اجيب الحلبة كده بعد ما صفيتها. طبعا كل حاجة ديت غسلتها يا جماعة مرة واثنين وثلاثة. هبدأ اجيب كده الحلبة بعد ما صفيتها في المصفى زي ما انتوا شايفين كده. اعمل بقى قراطيس ورق. القرطاس سهل جدا، وانتوا شفتوه معايا بعمله ازاي. بمسك الطرف والف الطرف التاني عليه، خلاص كده بقى معايا قرطاس جاهز تقدري تعبي فيه الحلبة بتاعتك. وما تمليش القرطاس قوي، يعني يا دوبك معلقتين 3 كده، وتبططيهم كده، ترفعيهم في القرطاس
بحيث ياخدوا الطول بتاع القرطاس كله. وتبدأي تتني الورقة التانية عليهم وتحطيهم في قلب المصفى او في قلب الحاجة اللي انت هتحطي فيها، وبتنسميهم بالمية كده. وبعد كده بتجيبي حتة يعني قطن كده مبلولة بتحطيها فوقيهم، وكل شوية بتبدأي يعني ساعتين كده تلاقيها نشفت، تبدأي تنسمي كده بالمية وتبلي الحتة تاني، ما تعصريهاش قوي يبقى فيها مية، وتحطيها فوق القراطيس. الحتة ديت والعملية انك انت بتبلي كده وتسقسقي مية على القراطيس وتحطي حتة مبلولة، بتخلي الحلبة معاكي تنبت، ما تنشفش منك، بتخليها تنبت. طبعا الفول حطيته كده زي ما انتم شايفين في ميه وملح، انا ما حطيتش توابل ولا حاجه ولا شطه ولا كمون. الشطه والكمون هحطهم ساعه التقديم في الطبق او البوله اللي انا هقدم فيها الفول. الترمس طبعا حطيت له ميه وملح وشطه، شويه شطه صغيره للي حابب، اللي مش حابب يستغنى عن الشطه خالص. وقلبت ده كله، رحت حاطه الترمس فيهم. طبعا كل حاجه من دي بتبقى الميه غمراها، ما يبقاش مستوى الميه اقل من الحاجه اللي انت حطاها الفول او الترمس. الميه بتبقى غمراهم كده فوق الوش. والملح بتاعهم حسب ما انت عايزه بقى، ملح خفيف تقيل شويه. اديهم انا خلصت كده كل الحاجه اللي قدامكم دي، الفول المشوي اللي هو المقلي والترمس والحلبه مغطياها اهي بحته، وبنسمها برضو كل شويه كده لحد ما تنبت معايا. فاضوا مني شويه، حطيتهم كده في فنجال وغطيتهم بمنديل، ونسمت المنديل بميه وغطيتهم ونبتوا معايا وكانوا زي الفل. شايفين المنظر ده بقى الفول الحلبة المنبتة والفول المقلي اللي هو المشوي بتاع العربيات، بتاع العربيات اللي ترمس، والفول المقلي اللي بتمشي على الكورنيش كده وبتحبي تشمي الريحة كده وتاكلي منه، جميل جدا. ودي الحلبة المنبتة يا حبايبي. وجبت كده ليمون وقسمته نصين وزينت بيه، تعصري بقى الترمس، تعصري على الحلبة، على الفول المقلي دوت اللي هو المشوي، يعني طعمه كان خيال. شايفين المنظر والجمال. طبعا الحلبة دي صحية والفول صحي والترمس برضو صحي، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة طبيعية وصحية. حلوة قوي الفول يا جماعة، طعمه كان حلو قوي. شايفين الشكل كده، عليه كمون، انا حطيت عليه بقى كمون ساعة التقديم، كمون وشطة. والترمس كذلك برضو، بس الترمس انا كنت حاطه سنة صغيرة من الشطة في قلب المية. وادي الحلبة تعصري بقى عليها ليمون، تاكليها كده اول يوم العيد، حاجة جميلة جدا. دي عادة طبعا عند المصريين من زمان قوي وهم بيعملوها، الحلبة المنبتة والترمس والفول المشوي. طبعا ما فيش كتير دلوقتي بيعمل الفول المشوي، بس يعني بدأنا ان احنا نعمله والناس تعرفه وتبدأ بقى تعمل الفول المشوي. حلوة قوي، تقدمي مع التسالي والحاجات بتاعة العيد. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة يوصلك كل جديد. السلام عليكم.